السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في القناة. كنتمنى ان شاء الله تكونوا في صحة جيدة وتكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو، وتابعوا معايا الفيديو حتى الاخير. ولا عجبكم ما تنساوش تشاركوا في القناة وتضغطوا على الجرس باش دائما ان شاء الله توصلوا بالجديد. اللي جداد على القناة واللي قدام كنقول لكم شكرا على الدعم ديالكم، شكرا على المشاهدة، شكرا على التعاليق الزوينه اللي كتحطوا ليا. وبسم الله انا عندي هنايا 3 الحبيبات هكا ديال التفاح. عندي التفاح هكا صغير اللي غادي نقطعوه بحال هكا دواور، وغادي نجيب هاد الجعبه بحال هكا. غادي كنديرها ديال الحلوى بحال هكا، محتفظه بها ومغسوله وكنحتفظ بها، راه ما فيها لا صدى لا والو، كتكون نقيه. وكنحيد بها هاد النواه ديال التفاح او هاد العظم الوسطاني، كنستمر عليه بحال هكا حتى كنكمل الكميه اللي عندنا ديال التفاح. هاد التفاح غادي نخدم منه هكا واحد الكيك اللي كيجي رائع، واللي بقى غادي نخدم به واحد الفطائر زوينين. هنايا بعد ما وجدته كندير عليه بحال هكا الليمون الحامض اللي عصرته، نص ليمونه حامضه وكنحطو على جنب صافي. وغادي نمشي بحال هكا نصايب الكيك ديالنا. هاد الكيك يومي بجوج بيضات فقط، راه كتجي كيكه طالعه، كتجي تبارك الله ما شاء الله عليها، وكتجي خفيفه ومهويه من الوسط. كندير هنايا 2 حبات ديال البيض، وكندير قبصه ملح، كندير كاس ناقص صبع هكا ديال السكر سنيده صافي. وكنبدا كنضرب هنا، كنضرب حتى كيبدا البيض كيتضاعف الحجم ديالو. نتوما شفتوا معايا راه بدا كيتضاعف الحجم ديالو وكيميل للبيوضه. انا كندير الضراب كهربائي، يعني ضراب كهربائي كيطلع الكيكه البنات ما كيعطلناش ودغيا كيسربينا وكيطلع هكا الكيك. كندير كاس ناقص اسبوع ديال الزيت نباتي. هنا علاش درت كاس الا ربع بحال هكا ديال السكر سنيده، يعني غادي ندير فيها القهوه. والقهوه كتجيب واحد المروره بحال هكا في الكيك، ضروري تكون شويه حلوه صافي. بعد ما ضربت هكا الزيت غادي نضيف القهوه سريعه الذوبان اللي ذوبتها من قبل بحال هكا. درت كاس ما عامرش، واحد 140 مليلتر ديال السوائل بحال هكا، ودرت فيه معلقه ديال نيسكافي صافي. وكنضرب مزيان. غادي نضيف هنايا الدقيق، غادي نحط هكا السوائل على جنب وكنضيف الدقيق. كنعاودو في النخل، كنخلوه 2 مرات او 3 المرات. درت الكاس الاول كيساوي 100 غرام، وغادي نضيف الكاس الثاني كنخلو هكا باش كندير الكاس كيسهل علينا بحال هكا النخل ديال الدقيق. والدقيق كيكون ديال الحلويات. كندير هنايا 2 اكياس ديال الكاكاو مر من حجم 7 غرام، يعني 14 غرام اللي غادي ندير فيهم صافي. وكنخلو مع الدقيق. وغادي نجيب كيس ديال الخميره ديال الحلويات من حجم 20 غرام، حتى هي كنخلها لان كيكون فيها دوك الحبيبات اللي هي بحال هكا الكاكاو المر. وكنخلط الدقيق مزيان بحال هكا كنخلطو. هنا غادي نرجع للسوائل صافي، وكنضيف عليه الدقيق. كنضيف هاد 200 غرام ديال الدقيق، ولكن هنايا راه غادي نزيد واحد 20 غرام ديال الدقيق، واحد المعلقه، لان بقات شويه هكا خفيفه. وزدت واحد المعلقه ديال الدقيق. كنضرب وغادي نزيد ما تبقى من الدقيق صافي. وكنضرب مزيان هكا بالباطوق باش كتخلط لينا ما كيبقاوش دوك الكتل في وسط ديال الكيك. وهنا راه نقدروا نخدموها هكا بالضراب اليدوي، الا عندنا الوقت كنخدموها هكا بالضراب اليدوي ماشي مشكل صافي. هنا غادي ندير واحد السباتوله كنجمع الجوانب من الدقيق بحال هكا وكنعاود نخلط. كنجيب هكا من التحت للاعلى دائما باش ما يطيحش لينا هكا البيض. كنزيد واحد
معلقه صغيره ديال الخل باش كتفاعل لينا الخميره وكتجي الكيك خفيف. كيف ما قلت لكم كندير سباطوله من التحت للاعلى، من التحت بحال هكا كنهز للاعلى. صافي غادي نجيب هنايا عندي اللاطه ديال 32 على 28 وفرشت لها هكا الورق ديال الطبخ او الورق ديال الزبده. صافي كنضيف فيها الخليط بحال هكا. والفران ديالنا راه بارد، انا غادي نديرها هنايا في الفران ديال الغاز. الا عندكم هكا الفران ديال الضوء كتخدموا على 180 درجه. ملي كتخشيو الكيك كتردوه لتحت وكتردوه على 140 درجه الا بغيتوه يجيكم مزيان. هنا كندير التفاح بحال هكا كنوسعو، كندير هكا وحده وحده. كيف ما قلت لكم هاد التفاح راه غادي ندير به 2 وصفات. صافي وكنضيف هكا التفاح وغادي نجيب كيف ما قلت لكم على الفران عفوا. الا عندكم هكا ديال الضوء كيف ما قلت لكم تردوا على 140 كتخليوه عليه ساعه الا روب او 45 دقيقه. صافي عاد باش كطلعوا عليه ما كتحلوش عليه. عندكم ديال الغاز راه كنقصوا عليه تماما وكنديروه الفوق وكنخليو العافيه لتحت وكنخليوه ساعه المكانه وكتكون العافيه مهله بزاف باش ما كتحرقش لينا الكيك حتى كطلع على خاطرها. بعد ما كنخليه ديك الساعه كنحل عليه بعد ما كنلقاه هكا بدا كيطيب كنشعل عليه واحد 5 دقائق من الفوق باش كيتحمر لينا هكا التفاح وكتحمر لينا هاد اللوز ايفيلي. انا درت فيه هكا اللوز ايفيلي. تقدروا ديروا الكوك، تقدروا تخليوها هكا تكتفيو بها. هكا كندهن بشويه ديال العسل. انا كندير هاد العسل هكا ديال النحل ديال الليمون حتى هو كيعطي واحد النسمه لذيذه. او كديروا الناباج كيخلي داك البريو هكا في الكيك. صافي والكيك ديالنا راه هي وجدات. غادي نقطع معكم واحد الكيكه حتى تشوفوا. غادي نقطع معكم واحد القطعه. انا هنايا قطعتها خرجت ليا 12 قطعه على شكل طولي. كنقطع هكا من الوسط وكنزيد نقطع من الوسط. نتوما شفتوا معايا كيفاش كتجي من اروع ما يكون. كتجي لذيذه وكتجي طالعه بحال هكا. نتوما شفتوا معايا راه ما خليتهاش هكا بردات.